مساء الخير عليكم، وبنبدأ مع حضراتكم دلوقتي الفقرة الأساسية في برنامجنا مساء الفن، وبنشوف مع بعض قضية هامة جدا، وقضية اتكلمنا عليها كتير في الأعمال الدرامية المختلفة وهنا في برنامجنا عن الدراما الوطنية. قد إيه إحنا محتاجين لوجود هذا الكم من الدراما الوطنية اللي يعني تثلج قلوبنا. يعني عاوزين يبقى فيه نوع من أنواع الالتفاف حول قيمة وطنية، حول مضمون وطني، حول الرمز الوطني. كنا بنبحث عن ده دايما، وفي بعض الأعمال قدمت أخيرا وانبسطنا بيها جدا. لكن هل الأعمال الوطنية التي تقدم أو قدمت من قبل هل هي على القدر الذي يعني يمثل الوطنية فعلا ومرت به مصر خلال عصور مختلفة وحقبات زمنية مختلفة ولا لا؟ طبعا الكلام هياخدنا لمناحي كثيرة، ولكن هيكون معانا حتى يرد على هذه التساؤلات الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ شريف سمير اللي منورنا النهارده في مساء الفن. أهلا بحضرتك أستاذ شريف ومنورنا. اهلا بيك يا فندم، منورك. أهلا بحضرتك أستاذ شريف. دايما كنا بنقول الهم الوطني والالتفاف الوطني والبحث عن القدوة والبحث عن الرمز، وكان عندنا أمثلة زمان. يعني مثلا الأفلام السينمائية في فترة الستينيات كانت كلها ملتفة حول العامل المصري، المصنع المصري، إزاي إن احنا نكون بناه لحضارتنا ونهضتنا، السد العالي. وبعدين ابتدت هذه الافلام تتلاشى، وبعد حرب كمان 73 لما قدمت بعض الافلام تعد على اصابع اليد عن ما مررنا به من نكسه وبعدها انتصار وظروف كتيره جدا ما مثلتش قوه الحجم اللي كنا فيه من مصايب وانتصارات. بعدها قعدنا فتره طويله جدا وابتدت تظهر في الافاق مره اخرى بعض الاعمال الوطنيه. برضو هنقول تعد على يد يعني اليدين، مش اليد الواحدة. ولكن هل هذه الكمية التي قدمت من قبل أو من بعد مع مقارنتها طبعا من ناحية حضرتك مستوفية لحاجتنا ان احنا نكون بنتكلم على أعمال وطنية تمثل قيمة مصر الوطنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأعمال الوطنية بترتبط أولا وأخيرا بالظروف السياسية. والظروف السياسية في مرحلة الستينات والسبعينات كانت على مستوى من الزخم ادى ثقل للأعمال الوطنية اللي بتقدم سواء في الدراما أو في السينما. الحقيقة كان هناك أيضا الأعمال الوطنية أو الدراما الوطنية بشكل عام لها مستويين. المستوى الأول القضايا المطروحة. إيه طبيعة القضايا اللي احنا بنناقشها، وهل القضايا دي لها فروع، لها روافد عفوا، ليها امتداد في اي قضايا تانية او ليها تضافر مع قضايا تانية قوميه. زي بالظبط لما احنا بنتكلم على قضيه مثلا الاستقلال او التخلص من الاستعمار، ارتبطت برضو بالاستعمار او حركه التحرر الافريقي او حركه التحرر في شمال افريقيا. صحيح. في نموذج او رمز زي جميل ابو حريد. يعني الموضوع دلوقتي فبقى في انتاج مصري لهذه القضيه، رغم ان القضيه ما تمسناش، لكن ليها بعد انساني، وخلت واحده بوعي الفنانه الراحله ماجده ان هي تؤمن بيها. صحيح. فتقدمها فتبقى حديث كل العالم في فتره من الفترات، ويخرجها حد زي يوسف شاهين. صحيح. الدراما الوطنيه برضو ابتدت انها تغرس بذورها بشكل قوي جدا في التربه المصريه، لما كان في بعض الملفات اللي خرجت من الجاسوسيه، ملفات الجاسوسيه خرجت من المخابرات العامه المصريه. ملحمه رأفت الهجان، جمعه الشوان، الثعلب، صقر سامع. فكره صقر سامع وفكره ان انت تزرع جهاز جهاز تسجيل في مكان اسرائيلي علشان الرئيس انور السادات يسمع وبناء عليه ياخد قرار الحرب في وقت من الاوقات. ملف زي السقوط في بير سبع، احنا بنناقش الخيانه. صحيح. احنا مش مرتبطين برضو ان احنا دايما في الدراما الوطنيه مش بتركز في المقام الاول على فكره الامجاد على قد ما تركز على ازاي مقاومه الخيانه. صحيح. حصل ده في بئر الخيانه، حصل ده في اعدام ميت على مستوى السينما، حصل ده على فكره في سقوط في بير سبع. وانت بينا بتبرز عظمه المخابرات المصريه والمخابرات الحربيه، ازاي تقدر تكشف وازاي تبقى ند قوي جدا لجهاز اقوى جهاز مخابرات في العالم اللي هو الموساد. انت حطمت الاسطوره الاسرائيليه على مستوى العقل وعلى صحيح. مستوى الحرب. صحيح. فده كانت عظمه الدراما الوطنيه. عشان كده كان المستوى الثاني مرتبط بالورق، بالرؤيه الاخراجيه، باختيار جيد جدا لفريق العمل، ودي بقى افتقدناها في السنوات الاخيره. الموضوع بقى فيه انماط موجوده في الدراما الوطنيه الحاليه. انماط ايه؟ في البطل الهيرو الخارق للعاده من نوعيه ادهم صبري ورجل المستحيل وما كتبه الراحل نبيل فاروق. لكن الميزه كانت في الدراما الوطنيه في فتره الثمانينات والتسعينات
ان كان في ورق محبوك، كان في بعد انساني في بعض الشخصيات اللي بتقوم باعمال وطنيه، كان في رؤيه مختلفه من المخرج. مم. نتوقف على سبيل المثال عند فيلم زي حكاية الغريب. هو له شق إنساني بحت، صحيح. إن الغريب أو البطل ده موجود في كل مواطن مصري، صحيح. مش مرتبط بشخص، لا ده مرتبط بفكرة. الفكرة ديت إن المواطن المصري ده بطل في إيه؟ في بيئته، بطل في أسرته، التغريب بطل اللي في حصل شغله. وقتها كمان. بالظبط. مم. بطل إن هو كان سلبي في وقت من الأوقات، لكن لما اتحط تحت ضغط الظروف ابتدى يتحول إلى شخص إيجابي فاعل. جدا. مم. فيلم من الافلام القويه جدا زي ابناء الصمت، ده بيجسد بعض الشخصيات، في شخصيات في الخندق المصري كانت مختلفه بس كلهم ابطال، كل واحد بطل ببصمته. البطل الصامت زي السيد راضي، البطل الحالم زي نور الشريف، البطل المتواضع زي محمد صبحي، البطل المهرج زي السيد زيان. بس كلهم ملتفين حول ايه؟ حول البطولة. فكره الايه؟ تحرير الارض. كلهم رجال بمعنى كلمه رجال، بس كانت متقدمه ازاي؟ ده كتابه، اخراج، ممثلين عارفين كويس قوي ادواتهم ومتمكنين من قدراتهم، وبالتالي الدراما الوطنيه كان ليها ثقل وليها عمق. طب هل ده معناه ان احنا ما عندناش دلوقتي كتابه ولا ممثلين مالكين ادواتهم ولا اخراج جيد؟ لا، احنا عندنا منطق الورش اللي هو معتمد على القصف الذهني او العصف الذهني بين الايه؟ اللي بين بوظ كل الكتاب. حاجه. ما بقاش فيه الكاتب اللي هو منغمس في القضيه وبيحاول ان هو بكل مضفرها، مشاعره. ملم بكل الاحداث. يعني حد زي صالح مرسي كانت عظمته في ان هو مذاكر الايه؟ القضيه الوطنيه اللي هو متطرق ليها. وسر عظمه اجزاء رأفت الهجان، يعني هي مش كل الاجزاء مش بنفس القوه. الجزء الاول كان اقوى الاجزاء لسبب، لانه كان متعمق جدا في كيفيه تشكيل الجاسوس. البطل ازاي وعلاقته برجل المخابرات، العلاقه الانسانيه قبل ان تكون العلاقه الامنيه. صحيح. عشان كده التركيبه دي نجحت في انها تخلق حاله من حالات الانتماء للوطن. طب هنقف عند العظيم صالح مرسي، وصالح مرسي طبعا من الناس اللي كتبوا في ملفات المخابرات المصريه بعظمه وبجمال، وما طبعاً. زالت اعماله مخلده حتى الان، ومرورا باعماله المختلفه وعمله في المبنى وعمله كصحفي واعماله ككاتب. يعني كان شخصيه كده مختلفه، ولكن رجوعا الى كتابات صالح مرسي في ملفات المخابرات المصريه كانت ماخوذه من ملفات المخابرات طبعاً. المصريه. طب ما احنا عندنا الملفات، عندنا الملفات المليئه بالاحداث وبالقضايا وبالبطولات وبالمآسي وبالصعوبات، ليه ما بناخدش الملفات دي ونشتغل عليها، ويشترط ان يكتبها كاتب وليست ورشه؟ الملفات موجودة بس في إشكالية في المعالجة. المعالجة الدرامية دايما دلوقتي بقت مرتبطة بمواصفات وشروط النجوم وليس بشروط الورق. الورق دلوقتي أهم شرط فيه اللي هو جودة الكتابة، جودة الأفكار. لازم يكون في خيال في الرؤية على مستوى الورق يستفز ملكات المخرج. لأن المخرج مش ممكن يتحرك إلا من خلال ورق قوي. ده يفسر ليه ايه اللي حصل بالظبط مثلا في نموذج الحفار. هو كان على الورق، وده اللي قاله الفنان الكبير حسين فهمي، ان الورق لو كان الورق ده لو كان اتنفذ كان هيبقى مسلسل رائع، لكن هو اتنفذ حاجه تانية خالص. الثعلب اعتذر عنه الفنان الراحل نور الشريف لانه ما طلعش بالمستوى القوي اللي احنا كنا نتمناه. القضيه كانت مهمه جدا، صحيح، لكن كان في مشكله في الاخراج على مستوى الريتم، على مستوى الايقاع البطيء، على مستوى ان في سذاجه شويه، سذاجه في ايه؟ في الطرح. في حين ان حد زي يحيى العلمي لما تناول او تعمق في اجزاء رأفت الهجان كان عنده السنس الدرامي مع السنس الوطني، ودول لما تضافروا مع بعض حقق المعادله الصعبه. لكن برضو تورط في ان ايه؟ ان طبيعه القضيه اختلفت في الجزئين الثاني والثالث. بقت الاحداث السياسيه هي اللي فرضه نفسها وهي اللي بتقود البطل، وحصل اختزال في بعض الابطال او في بعض الشخصيات او في بعض الاحداث، علشان كان في برضو تطويل في الايه؟ ومط في الاحداث. لكن الايقاع كان لاهز جدا وسريع جدا في الجزء الاول، لانه دايما كان معتمد على ايه؟ علاقه البطل، كيفيه تكوين هذا البطل وعلاقته برجل المخابرات وتشكل يهود فيه. في 3 تطورات و3 مراحل هي اللي ادت ان يبقى في ذروه احداث طول الوقت، ويبقى في مباراه في التمثيل معاها مباراه في الكتابه. طب احنا هنقول رأفت الهجان ونحط بعدها فاصله
او نقطه مم. وخلاص ما نكملش من سطر جديد؟ لا يعني خلاص ازاي؟ ما فيش اعمال تانية؟ لا ازاي؟ كان في اعمال الحقيقه، ما هو سقوط في بير سبع كان بعدها الافلام السينمائيه. السقوط في بير فيلم سبع كان ليه يعني حاجه خاصه كمان، زي ما حضرتك قلت، ان احنا ازاي بنقاوم الخونه، او بالظبط. بنسيطر على الخيانه. لكن برضو ما خدش نسبه نجاح كتير، لان الناس عند مشاهده المسلسل كانت كارهه الابطال وكانت كارهه الفكره طبعا نفسها، كانت متاثره فما بالايه. خدش نفس الصدى بتاع الاعمال ما خدش التانية. نفس الصدى، بس كان في ميزه برضو، ان برضو ده جزء من الموضوع. التركيبه الفنيه في صناعه العمل الدرامي كانت يعني الى حد كبير جدا من وجهه نظري محترمه جدا. صحيح. موسيقى ياسر عبد الرحمن كئيبه، وده نابع من ان احنا قدام فنان وموسيقي من طراز فريد جدا، فكانت معبره عن الحاله. اختيار اتنين من نجوم الكوميديا يكسروا حاجز صحيح. الايه التابو في الاداء، مم. الاكلاشيهات في ايه، في النض اللي هو الوسيم، زي ايه، زي مثلا زعيم عادل امام او محمود عبد العزيز. مم. ان سعيد صالح وسعاد يونس. مم. وان كان مين برضو كان هو اساسا اللي ما كملوش مع الاسف نور الدمرداش لانه توفى، اللي كمل واحد عنده سنس اخراج على مستوى عالي زي احمد توفيق. مم. اللي عايز اقول لحضرتك ان تركيبه السقوط في بير سبع لا كانت ممكن تتلاحق بعدها سلسله من هذه النجاحات. الاعمال، لكن حصل نوع من انواع الايه البخل شويه في انتاج او في الانفاق على مثل هذه الاعمال. مم. لما انتقلنا بعد كده للدراما الوطنيه الحصريه. تمام، هنعديها البخله، لكن هو كان في انتاج سخي في لا اعمال لا انا اقصد احنا طبعا مختلفه. لا لا، انا في اقول اعمال مختلفه مش طبعا اعمال في اعمال وطنيه. لا اعمال دينيه. ليه هنبخل على الاعمال الوطنيه؟ عشان خلاص احنا يعني احتفظنا بامجادنا معنويا خلاص. لا انا شفت ان كان في مشكله في الورق. الورق اللي كان متوفر، مش يعني الكتاب او السيناريستات اللي كانوا طالعين اهتموا جدا وركزوا كل جهودهم وافكارهم وخيالهم في الدراما الاجتماعيه ما كان هنا في والدراما قطاع التاريخيه. الانتاج يا استاذ شريف، كان بياخد الورق ويعمل اوردر طبعا. للمخرج، او اكتب كذا، قدم كذا، تعالى اشتغل على كذا. وكانت عمليه انتاج لا مثيل لها حتى الان. احنا عايشين على ذكرى انتاج الاتحاد الاذاعه والتلفزيون. طبعا انا كنت ارفع القبعه لممدوح الليثي، يعني كان لانه في طبعا كان في وعي. زخم بالظبط. لا كان في وعي، بس الوعي ده كنت اتمنى ان هو بعد 2000 بعد دخول الالفات يستمر، لكن هو اختلط عليه الامور ببعض الظروف السياسيه. كان النظام السياسي السابق بيؤهل لحاجه ثانيه. وكمان على فكره كان ابتدى يشيخ، ابتدت حاله التوهج او حاله التعامل مع الدراما والقوه الناعمه ابتدت ترتخي، ما قدرش انها توصل او تنشط في الاونه الاخيره. بعد 2011 ورياح الربيع العربي ابتدت البوصله تختلف شويه. ابتدى الارهاب هو يبقى القضيه القضيه الامنيه الاولى، فنوقشت في اعمال بقى زي التوأم زي بالظبط العائدون، وزي دلوقتي اللي هو كان مؤخرا بتاع احمد عز وياسمين وهند صبري، اللي هو هجمه مرتده. الموضوع برضو دخل في انماط شويه، لان برضو قضيه الارهاب قضيه مباشره، والخطاب بتاعها لابد ان هو يكون مباشر على اساس انه الاختيار واحد واثنين، واحنا مش عايزين نبروزه. فهي لا، وكمان ارتبط الموضوع في ذهن القائمين على الانتاج بان لابد ان يكون في خطاب مباشر دون البحث عن عن حلول دراميه او على يبقى في اغلفه دراميه. حصل 1 2 3 واحنا بنقدمه ولكم الحكم والمعايشه مع الموقف. وحصل ربط ما بين الواقع والدراما من خلال بقى الاشرطه التسجيليه اللي تمت اللي هي للاخوان وما شابه ذلك، عشان توثق نجاح كبير جدا. لقت نجاح كبير جدا. لقت نجاح اللي دقت على وتر حساس ان الناس عايزه تصدق ان احنا فعلا كنا في مرحله ظلام واحنا كنا عايشينها. لكن لما نقيم الموضوع فنيا، لا احنا محتاجين رؤيه اكثر اتساعا. زي احنا محتاجين ان احنا فعلا نعود الى الملفات القديمه في المخابرات. صحيح. ونعمل لها ربط بينها وبين الواقع الحالي. بدليل ان لما فيلم الممر اتقدم في الفتره ما بين النكسه وانتصار 73، ودي كانت فتره حرجه جدا وعانينا فيها كشعب، او عانى فيها الشعب وقتها، ابهاتنا وعائلاتنا ازاي كانوا بيتكلموا. الشباب والمراهقين شافوا فيلم الممر انبهروا وبقوا يسالوا على حاجه اسمها ايه انتصار 73، لان في ناس كتير جدا مش عايشينه، برغم ان هي فتره بعيده تماما وبعيده حتى عن اللي هم عايشوه بعد ثوره 2011. والله حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. انتصار 73 المفروض هيفضل دايما خالد في الاذهان، والذاكره ازاي تنشط من خلال هذا الانتصار. لابد ان يكون في رؤيه تانية بقى لهذا الانتصار. فانا اقترح دايما ان يبقى في دراما وطنيه سواء على مستوى الاعمال التلفزيونيه او الافلام السينمائيه،
ان يبقى في بقى رؤيه لماذا حدث قبل العبور. ايه هي الاحداث وايه القصص اليوميه اللي كانت موجوده في الخندق، كتير. ايه هي القصص اللي كانت موجوده في بيوت الاسر وافرزت حاله من حالات بالظبط. الترقب وحاله من حالات الايه الاستعداد وعندنا للعبور. يعني قصص مليئه، ده انا دايما اقول عندنا في التاريخ الاسلامي والفرعوني والروماني واليوناني طبعا. ومصر الحديثه والمعاصر، عندنا مصر مليانه بقصص كتيره عندنا جدا. رموز، عندنا مثلا ابراهيم الرفاعي بالظبط. هذا صائد الدبابات. صائد الدبابات عبد العاطي. عبد عبد الرحيم الرفاعي اللي اللي هو رفع. كان السمك واللي هو على فكره بيقوم بالعمليات الفدائيه. عندنا مين البطل اللي احنا ممكن نجيب نعمل فيلم بس عنه، البطل اللي رفع العلم على الضفه ومات واستشهد. القصص اللي الامهات كانوا عايشين ازاي وبينفقوا على اسرهم في حين ان رجالتهم على الجبهه. صحيح. انا قصدي ان ده يقتضي خيال من المؤلف واسناد المهمه دي لمؤلف عنده قدره على الكتابه الناعمه. طب لو احنا قلنا دلوقتي عايزين عمل يجمع التآلف الوطني مرة تانية ونبقى فيه التفاف حول رمز أو قدوة وقومية في الأعمال، نقدم إيه؟ أنا وجهة نظري نقدم العالم المهاجر، العالم والعقول اللي هاجرت بره مصر لأنها لقت التربة الخصبة في الخارج ولابد ان هنا يكون في استرجاع ليها. بس هم ما فيش حد هيقدم لك كده، لان في ناس في وقت معين لما هاجروا مثلا في فترات سابقه كان في طرد للعقول المهاجره، فما حدش هيحب ان هو يتكلم على مساوئ ان هو اضطر ان هو يهاجر عشان ما فيش تربه خصبه. لا هو ان هو ممكن يرجع هنا. ان هو هيرجع، يعني عمل درامي او نوع من الدراما الوطنيه مش مرتبطه بس بايه بالقضايا القوميه او مرتبطه على فكره بقضايا الامن القومي، لا هي مرتبطه بالانسان المصري. الانسان المصري ده نموذج مثلا زي محمد صلاح واحترف بره، لكن هل هو فقد ايمانه وانتمائه لهذه الارض؟ ابدا. عمل ايه بقى؟ ده اللي يتعمل مثلا دراما وطنيه، ان العقول دي جت علشان تفيد ايه مصر. زي ما اتعمل النمر الاسود مثلا. اتعمل النمر الاسود زي ما اتعمل على فكره. يعني اقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا اتكلمنا عن كان في مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اغتيال شمس، النجم خالد زكي، لان هو كان بيعمل الفكره دي كان بتشجع على اغتياله لان هيستفيد منها مصر، هتستفيد منها ودول الشرق الاوسط على حساب الخارج. فارابيسك تم طرح الموضوع ده من خلال نموذج كرم كتير. يعني نموذج ارابيسك ده ذكاء مؤلف زي اسامه انور عكاشه انه تطرق للموضوع ده بشكل غير مباشر من خلال شخصيه كرم مطاوع اللي هو دكتور برهان علم الصدي، ان هو ضحى بالاغراءات بتاعه الخارج وضحى بالامن والاحساس بالاستقرار والامان، نظير ان هو يخدم بلده بعد سنين الهجره. وبرده ذكاء اسامه انور عكاشه في كل اعماله، وخصوصا كمان الخمس اجزاء بتوع ليالي الحلميه عن الوطنيه وعن المقاومه وعن كان بيدي دايما الملامح. يعني ليالي الحلميه دي ملحمه وطنيه بالزبط. لانها كمان ربطت الواقع الاجتماعي بالسياسي من خلال صراع طبقي ومن خلال مراحل مصر الحديثه. كتابه عرضيه للمجتمع، كتابه عرضيه للمجتمع بتتطرق لمشاكل انسانيه واجتماعيه وقضايا عاطفيه، وفي نفس الوقت بتربطها بايه؟ التحول اللي بيحصل للانسان المصري، زي نموذج علي البدري، تحول من حاجه لنقيض للنقيض. صحيح. نتيجه ايه؟ نتيجه ايمانه ورومانسيته السياسيه وفي نفس الوقت اصطدامه العاطفي بحبيبته. ده ايه؟ وقد ايه المسلسل ده شكل وجداننا، احنا كنا لسه يعني بنعرف حاجه ولسه بنتفرج عليه زي ما حضرتك بتقول. ده كذا عنصر بالظبط. احد اهم عناصر نجاح الدراما الوطنيه نعومه الكتابه، الرؤيه الاخراجيه العميقه. نعومه الكتابه، حضرتك قلت حاجه مهمه جدا. نعومه الكتابه. احنا دلوقتي بقينا لا كتابه، طبعا مع احترامنا للبعض اللي بيكتبوا كويس واللي لسه بنحاول ان احنا نقول لهم اكتبوا اكتر عشان احنا محتاجين ده. نعومه الكتابه بالنسبه للناس اللي بتعتمد على الورش، بالنسبه للسيناريوهات المهلهله تلاقي اول يعني مش هتكلم، هي طبعا بتبقى ليها اعتبارات كتير زي ما قلت لحضرتك. نعومه الكتابه، الرؤيه الاخراجيه العميقه، الانتقاء الجيد لفريق العمل. لازم يكون واحد انكاست في الدور اللي هو بيقوم بيه لدرجه ان انت ما تقدرش تشوف حد تاني غيره، بعيدا عن المجاملات والشلاليه والاحتكار وكل حاجه، وكمان تدريب الممثلين. يعني الممثلين والكاست، يعني فريق العمل اللي كان موجود في الثمانينات والتسعينات مسلح بايه؟ بثقافه ووعي وايمان بفكره التمثيل ورساله التمثيل، بالاضافه ان هو مؤمن بان المخرج مخرج والممثل ممثل دون تدخل. اقول لحضرتك على حاجه، الحته الوحيده اللي ممكن ما اعترضش عليها الممثلين، لان على الرغم من ان احنا يعني عندنا يعني البعض يعني محترف في التمثيل والبعض الاخر لا، بس اي فنان مصري لما بتحطه يمثل بيمثل، بيعرف يفن وبيعرف يشتغل على نفسه، بس لو لقى توجيه صح
ايوه، وكتابه سليمه وانتاج يوجه. هو زي ما حضرتك قلت كده، هو لكن الممثل هيمثل. هي اضلاع المثلث ده، الليدر خلف الكاميرا على الورق اللي بيساعد على ان هو يستفز ملكاته وقدراته وقدرته وايه ورغبته في الابداع. والضلع الثالث المؤثر وعي الانتاج. الانتاج ده بيقود القضيه الوطنيه او بيقود الدراما الوطنيه دي في اتجاه الخطابه المباشره الساذجه، ولا الايه الهمس بوعي. طب احنا في الافلام السينمائيه الامريكيه او الغربيه بصفه عامه، او الدراما الغربيه والامريكيه، بنلاقي ان في صناعه البطل مم. وتصدير هذه الصناعه للعالم اجمع. تمام. واحنا بنبقى متخيلين ان هم ما عندهمش غير فان دام وزاروك وكل الحاجات اللي صدروها لنا دي لسنوات طويله، والبطل الذي يقهر. ولما نقرا بقى ونبتدي نشوف مين فيتنام وايه اللي حصل ومين الجندي، بنلاقي ما فيش كل هذا الوهم. ما حاولناش نعمل حاجه كده واحنا عندنا فعلا البطل وعندنا قصه البطل وعندنا الجندي البطل. ما حاولناش ان احنا ناخد الخط بتاعهم اللي هم عاملين ده ونصدر برضو بطولاتنا للعالم بس عن صدق. احنا عالجنا ده من خلال نموذج اغنيه على الممر اللي قدمه علي عبد الخالق ب5 جنود على الجبهه. هما كانوا كلهم ابطال، منهم بطل. حضرتك دايما بتستشهد بعمل واحد في كل مجال، يعني اللي هو يعني مثلا اغنيه على الممر، سقوط في بئر سبع مثلا، او رأفت الهجان. في اعمال قليله جدا، مش عده اعمال، مش عاصفه من الاعمال. لان هي دي على فكره متوقفه اولا واخيرا على رغبه الانتاج او على شروط ومواصفات العمليه الانتاجيه في مصر. المفروض ده يكون شأن قومي، ما ملوش دعوه بالانتاج، يبقى فيه توجيهات قوميه. يعني احنا هنا كنا بنشتغل في ماسبيرو ان في قطاع الانتاج هو قطاع هو كان قومي. في وقت من الاوقات في الثمانينات تحديدا ده كان موجود، لان ما يعني كانش في سنه من السنين وخصوصا في شهر رمضان تخلو الا من عمل درامي يناقش قضايا وطنيه. حتى لو كانت القضايا الوطنيه تم معالجتها بشكل سطحي نسبيا. يعني انا كان عندي تحفظ على الحفار، كان عندي تحفظ على الثعلب، بس في نفس الوقت يعني حضرتك قيسي ده برضو على الاعمال الدينيه. احنا الاعمال الدينيه عندنا اختفت، ودي تحتاج لحلقه من الحلقات. صحيح. ليه بقى؟ لان ما كانش في مش لاقيين دلوقتي حد في ثقل حد زي عبد السلام امين، ان هو شاعر ودارس تاريخ وعنده كمان ايه، يعني بيتعامل مع الموضوع بشكل فيه سنس، شكل فيه على فكره قراءه للتاريخ وقراءه للتفاصيل وما بين سطور التاريخ. بالاضافه انه متبحر في الدين ومتبحر في قراءه القران. فعمل زي عمر بن عبد العزيز كان متوهج. وما عندناش النجم المثقف الواعي صاحب المشروع زي نور الشريف اللي يقدر يؤمن بهذا ويتبناه فيبيع من خلاله. وما عندناش كتابات تاريخيه زي استاذ يوسف الجندي. يعني يوسف الجندي طبعا، يعني الملحمه زي في جمهوريه زفته وما تم وكتاب ليه الملحمه التاريخيه بتاعت السيره الهلاليه. ما ده ذكاء. عبد الرحمن طبعا، الاسماء كتيره. محفوظ عبد الرحمن بوابه الحلواني. انا عايز اقول لحضرتك لا، احنا عندنا ثروه وذخيره من الكتاب. بلاش اذا كان الكتاب دول خلاص اعمار واجيال انتهت وكل حاجه ليها عمر افتراضي، لابد ان احنا نلتفت للاوراق دي او الملفات دي، ناخد الاوراق دي وناخد الروايات دي وناخد الميراث ده، الكنز. صحيح. هذا الكنز الدرامي، واحنا نحط له البصمات الشبابيه. طب احنا ما ينفعش نصنع جيل؟ ده يتوقف بقى على معهد فنون مسرحيه، ده يتوقف على معهد السينما من خلال السيناريو، اقسام السيناريو، اقسام التاليف والاخراج. كل دول لابد انها تفرز، يبقى فيها كورسات تدريبيه مش بس مناهج تعليميه. يعني مثلا قسم سيناريو لاعمال تاريخيه او اعمال دينيه، يبقى فيه تخصصات كده، يبقى فيه تخصصات او فيه تفريعات، يبقى فيه ورك شوب من الروافد اثناء، يعني كور شوب جانبيه يعني جانبيه جنب الايه المنهج او الايه المحاضرات التدريسيه. يبقى في مثلا بالعكس ورك شوب عملي، ان انت بتاخد فكره او مشروع وتنفذه من خلال جهه انتاجيه، وتدي ثقه للشباب كمخرجين، شباب المخرجين وشباب المؤلفين، وتبدا بالعكس تعمل مسابقات بينهم وبين بعض. والمهرجان دوت على فكره ممكن ان هو تتسع افاقه ويستمر وينتشر. وابتدت المهرجانات دلوقتي كمان تبقى منتشره اكتر وموجوده في كل مكان. فهذه المشروعات هتتمخض عنها ايه؟ جميل جدا، مشروعات وافكار والوان مختلفه من الفنون. نبدا احنا كجهه انتاجيه نلتقط الحاجه الفائزه ونديها الجوائز ونرعاها ونعمل لها عمليه انتشار.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرف على كيفية استخدام تطبيق أرغب في عمل توكيل. عند ظهور القائمة الرئيسية ستجد العديد من الخدمات، فبإمكانك أن تحجز موعدا بأحد الفروع بالضغط على علامة حجز موعد بأحد الفروع. يمكنك حجز موعد مسبق بأحد الفروع القريبة منك لإتمام معاملاتك في أيام أخرى. وبإمكانك أيضا الاستعلام عن كثافة الفروع التي تود الذهاب إليها مسبقا عبر الضغط على علامة كثافة الفروع. ويمكنك معرفة ما إذا كان الفرع الذي ترغب في إجراء معاملتك به مزدحم أم لا. كما يمكنك الذهاب إلى خدمة النماذج بالضغط على علامة النماذج. تمكنك خدمة النماذج من طباعة النماذج الخاصة بالشهر العقاري مسبقا قبل الذهاب إلى الفرع. كذلك يمكنك الذهاب إلى خدمة الاستعلام عن الموعد المحجوز بالضغط على علامة استعلام عن الحجز. تتيح لك هذه الخدمة إلغاء أو تعديل الميعاد الذي اخترته مسبقا.
لما كان برضو هنا في التلفزيون المصري الجوائز اللي بتهدى سنويا للاعمال الفايزه طبعا على كل طبعا. جانب، فكان طبعا بيبقى فيه منافسه. طيب عشان احنا خلاص الوقت للاسف خلص بسرعه جدا، استاذ شريف، ما هو العمل القومي او العمل الوطني في السنوات الاخيره اللي ممكن يكون فائز بجائزه ما حضرتك تديها له؟ يعني عمل نجح يعني؟ وطني مؤخرا. عمل وطني اه احيانا احتار الحقيقه بسبب ان في حاله من حالات الايه المنافسه على مش هنقول ارضاء السلطه، لا، العزف على نغمه سائده اللي هي الارهاب، مكافحه الارهاب. انا ممكن اتوقف عند عمل في السنوات الاخيره، مثلا اتوقف عند جزيره غمام السنه اللي فاتت في رمضان اللي فات، لان هو كان له بعد وطني ديني وله نفحه إنسانية ونفحة صوفية جدا، وكانت امتداد نسبي كده لفكرة القاهرة كابول اللي صحيح. كتبها برضو الكاتب عبد الرحيم كمال. الكاتب الحقيقة الفيلسوف عبد الرحيم كمال، أعتقد أنه هو الامتداد القوي جدا والامتداد الطبيعي لطوفان وحيد حامد ويوسف إدريس وأسامة أنور عكاشة ومحمد صفاء عامر ومحسن زايد، كل دول. صحيح. فانا شايف ان عبد الرحيم كمان واخد مزج منهم كلهم، واخد مزج منهم كتير. فانا شايف ان هو لابد ان يكون في استنساخ لعبد الرحيم كمال من خلال المعاهد المتخصصه. صحيح، وصناعه النجم وصناعه جيل قادم، لان احنا في حاجه ماسه جدا. لا، انا محتاج ان احنا صناعه مؤلف. صناعه المؤلف هي اللي هتقود وهترشد، بالعكس هتحتوي صناعه النجم وصناعه الاخراج. انا معاك جدا. انا كان نفسي اكمل اكتر معاك استاذ شريف، لكن الوقت داهمنا. شكرا استاذ شريف سمير الكاتب الصحفي اللي نورنا النهارده. ونحن في حاجه ماسه الى مزيد من الاعمال الوطنيه التي تحيي فينا الانتماء دائما وتجدد الانتماء دائما بداخلنا، وايضا تغرزه في الاجيال القادمه. استاذ شريف حضرتك نورتنا وشكرا لك. نور نورك يا فندم. شكرا لحضرتك، شكرا لكم، وبكره ان شاء الله في عمل جديد من مساء الفن. تصبحوا على الف خير.